السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين من كل مكان حول العالم. طبعا يا جماعة جايبة لكم مفاجأة جميلة جدا. أنا الليلة اليوم موجودة في أحلى مكان وناس كثيرة بتتكلم عنه، وخاصة السودانيين بتقول إنها هي ما غربة، إحنا وهم واحد. أرضي مصر العزيزة أم الدنيا، أهلا بكم في أم الدنيا. أنا مبسوطة جدا يا جماعة، أنا الليلة موجودة في مصر، والله مبسوطة شديد. حابة أعمل استطلاعات مع كل السودانيين اللي مغتربة وبدايتي في مصر إن شاء الله بإذن الله. لو أول مرة تشوفني ما تنسى تعمل سبسكرايب، تعمل لايك، وتفعل جرس التنبيهات، ويلا تعال نشوف كله جديد في السودان حول العالم في أم الدنيا العزيزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين من كل مكان حول العالم. أهلا وسهلا بكم ما غدر الزمن في برنامج حول العالم. أهلا وسهلا بكم على إطلاعات جديدة. الآن نحن في مصر، أرض الحلوين، أرض الأحبة، أم الدنيا، في أرض مصر العزيزة، وأهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نتعرف بك؟ مهند. أهلا وسهلا بك يا مهند. السلام عليكم. ممكن نتعرف عليك؟ حسن محمد عمر. أهلا بك يا حسن. أخبارك؟ تمام. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. ممكن أتعرف على حضرتك؟ أيوة حاضر، معك يا عبد الرحيم محمد عثمان. أهلا بك يا عبد الرحيم. أهلا بك. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليك؟ معاك بنقة محمد. أهلا وسهلا يا بنقة في برنامج قناة حول العالم. بنقة ازيك، كيف عامل؟ الحمد لله والله بخير. طب عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أتعرف عليك؟ معك عادل. طيب الأسماء علي. تعرفت بك يا عادل. تعرفت بي وعرفتك، تسلم. السلام عليك. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. ممكن أتعرف عليك؟ أيوة، معك أحمد محمد سليمان. تسلم يا أحمد، شرف عظيم يا أحمد. ورحمة الله. ممكن أتعرف عليكم؟ تفضل. رضوان عمر. أهلا بك يا رضوان. ما بيجي عبد المنعم. مرحبا بك يا بكر. ازيكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليكي؟ آمنة محمد من السودان. أهلا بك يا آمنة. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف عليك؟ حامد محمد نور. أهلا بك يا حامد. السلام عليك. أتعرف عليك؟ السلام. رامي محمد نور. أهلا بك يا رامي. ازيكم، كيف عاملين؟ كويسين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تفضل. مرحبا بك. معك قناة السودان حول العالم، برنامج جديد إطلاعات. أهلا وسهلا بك في مصر العزيزة أم الدنيا. مرحبا بك. مرحبا بك. مصر في أي حتة. تسلم، يديك العافية. كيف عامل مع الغربة؟ لا نقول الحمد لله. ونعم بالله، الحمد لله. يعني كيف حياتك ممشيها مع الغربة؟ والحياة بيقولوا في الغربة صعبة، كيف أنت؟ والله يا أخي هي فعلا صعبة، لكن بس ماشية كويس الحمد لله. جنوب دارفور نيالا. من جنوب دارفور نيالا. أهلا وسهلا وبكل ناس نيالا. شرفت بك. أيوة، أنا ممكن أتعرف بك؟ ما قدر الزمن. من قناة السودان حول العالم. أنا أتحول للسودان حول العالم. السودان حول العالم. أتشرف بكم جدا والله. تسلم كثير، يديك العافية. كيف عامل مع الغربة؟ والله الحمد لله يا أخي، تعودنا على الغربة وكده يعني. الحمد لله. كيف حياتك مع الغربة؟ يا أخي والله الغربة هي أساسا الغربة نار. نتمنى نعيش مع أهلنا بس الظروف، وطبعا نحن جينا مصر على أساس إن الظروف كده، بس عشنا صعوبة شديدة. وفي ذات نفسك أنت كده ممكن تكون يعني في نفسك كده أنت بتكون مكتفي، يعني شايف كل حاجة حلوة، بس مستقبلك كده يكون ضايع. كيف حياتك مع الغربة؟ والله ماشي الحال زي ما بقول. الحمد لله الحمد لله. يعني عايشة كيف، ماشية كيف؟ أسرتك هنا ولا في السودان؟ حياتك ماشية كيف؟ كيف عامل يا أحمد؟ كيف حالك مع الغربة؟ والله بنعم الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله دايما تكون حمد ربنا يا رب. ناس كثيرة بتقول إنه مصر ما غربة، رأيك شنو أنت؟
والله الحمد لله الحال نفس الحال، لكن الغربة دي أقول شنو يعني نفس السودان وأي حاجة. مصر دي يعني كانوا زمان كلها السودان ومصر دي كانت كلها واحد. ازيك يا بكر، كيف عامل؟ تمام والله. الحمد لله. كيف يا رضوان، ازيك، كيف اخبارك؟ تمام الحمد لله وفاء. والله كيف حالك؟ الحمد لله، تسلموا. كيف عاملين مع الغربة؟ والله الحمد لله وفاء تمام. زيارة ولا مستقرين؟ والله زيارة. زيارة، يعني زائرين مصر زيارة وكده. وانت كمان زيارة؟ زيارة برضه. اهلا وسهلا بكم. كيف أنا من السودان. لك كم سنة هنا يا عمنا؟ 3 سنوات. ما شاء الله، قعدت كتير. كلامي. مع أسرتك ولا براك يا عمنا؟ نعم، مع أسرتي. أيوة، يعني لكم 3 سنة وأنتم مع الأسرة هنا في مصر. لكن بنمشي السودان ونرجع، يعني ما قاعدين طوالي. يعني ما قاعدين طوالي، بتمشوا وبترجعوا وكده. أيوة. تسلموا. كيف عاملين في مصر، أخباركم؟ والله الحمد لله بخير عادي. الحمد لله. لكم كم فترة هنا في مصر؟ والله نحن دين ما مستغلين تجار، يعني نجي ناخذ بناء بنشتري بضاعة كده وبنرجع. أيوة. وأنت يا حامي؟ نفس الحكاية، 4 أيام 5 أيام بالكثير وبنرجع السودان. يعني بتيجي تقعدوا أيام وبترجعوا. أيوة. وكيف لقيتوا مصر يعني حتى في الأيام اللي أنتوا بتقعدوا فيها؟ والله جميلة، بلد سمحة، يعني عكس اللي كنا مستورينه إنه ممكن نتغشى. لا، لقينا الناس أمينة والحمد لله، بلد سمحة والله. تعاملوا الراقي وحياتهم بتتعاملوا وكده. لا تعاملهم راغي وراغين ما شاء الله تبارك الله. كيف عامل مع الغربة؟ الغربة حنينة ما كعبة شوية، بس تشتاقوا أي شيء، لكن شوية أحسن من السودان برضه يعني. تكون مرتاح عقليا وفكريا وعيش. الحمد لله. ناس كثيرة بتقول إنه مصر ما غربة، رأيك شنو؟ ما غربة صح، هي ما غربة، هي دي ضيع زمن، بس تعتبر زمن وضايع منك، بس سنين وبتجري. مصر ما قلنا لك قاعدين فيها 3 سنين وما عارفين ايش. ربنا يردك بالسلامة يا رب. الحمد لله. طيب يا حسن، عندنا أسئلة. موقف حصلت معك في الغربة تخليك إنك تفكر ترجع لأهلك لوطنك مرة تانية، موقف صعب. والله لحد حسي الله أعلم ما حصل معي موقف زي ده. يعني ما حصل مرة جات خالص إنك فكرت إنك ترجع لأهلك ولا كده؟ الحمد لله الحمد لله. بس اشتقنا للبلد وللوطن وللأهل وكل الأصدقاء في السودان. ربنا يرد غربتك بألف خير وسلامة يا رب. كيف الحياة ماشية معك هنا والشغل يعني أنت بعيد من الأهل وعايش في غربة؟ لا يعني تعودنا على الغربة، يعني الواحد ما متغرب له 5 سنة يعني، لكن الحمد لله يعني ماشي الحال ونعم بالله الحمد لله. ناس كثيرة بتقول إنه مصر ما غربة، رأيك شنو في الموضوع ده؟ والله يا أخي غربة يعني، لأنه أنت بعيد من من الأم والأب والأخ والخالة والعمة، يعني بتشتاق لهم، يعني غربة جدا يعني. الحمد لله. برضو نحمد الله على كل حال، وربنا يصلح الحال عندنا في الدولة في السودان ونكون في أحسن حال يا رب، ونرجع لبلدنا بألف خير وسلامة. أي والله نتمنى إنه السودان يكون نفتخر به قدام كل العالم إن شاء الله بإذن الله. ده طبعا الجيل ده الحاجة دي بتعملها الشباب زينا كده. إن شاء الله بإذن الله. لا أسرتي في السودان، أسرتي برسل لهم كده مصاريف حاجة كده بسيطة كده، الباقي هنا قاعدين زي سنة كده قاعد موجود. ربنا يصلح الحال وربنا يردك ليهم بالسلامة وبألف خير يا رب. اللهم آمين يا جماعة. ناس كتيرة بتقول إنه مصر ما غربة، رأيك شنو في الموضوع ده؟ لا والله هي غربة، لكن عشان بيقول لك وجه يا باص مش غربة وحاجة زي دي كده، يمكن حاجات نفس الغربة ونفس الحاجات. أيوة كانت دولة واحدة، من ساعة فروا بيقولوا غربة لكن هي مش غربة. احنا دايما بنقول نحن ومصر واحد ونحن عرض واحد، عشان كده بنحس انه مصر فعلا ما غربة. ربنا يرد غربتك بألف خير وسلامة يا رب. حصل مرة من لقيتوا العيشة هنا كيف يعني الأيام اللي انتوا قعدتوها في الزيارة دي؟ لا تمام والله الحمد لله. عجبتكم البلد؟ اي صح. الحمد لله. ناس كثيرة بتقول انه مصر غربة، رأيكم شنو في الموضوع ده؟ والله بالنسبة لمصر، والله مصر صراحة كده يعني غربتها مرة. كيف؟ ايوه. كيف العيشة هنا يا عمنا في مصر؟ كيف يعني في فرق بين عيشة السودان ومصر ولا نفس العيشة؟ لا، فرق كبير شديد طبعا.
بالنسبة للأسعار وبالنسبة حتى الأمن بتاعت الدولة ذاتها. يعني الحكومة هنا ما زي هناك، هنا في أمن إنك تكون ماشي في الشارع مطمن إنه ما في زول حيقدر بيك وكده. لكن في السودان ما في كلام زي ده. في السودان انك تكوني ماشيه وكده متوقع انه هيجي زول يخطف شنطتك، هيجي زول يضحك فيا يعني. بس الحالة دي حصلت يا دافيد سواء ما كان عندنا كثير. ربنا يصلح الحال يا رب. حصل كتير يعني، ما ان شاء الله ربنا يصلح الحال. لكن برضه الحكومه هناك مختلفه، وبرضه فالامن ده يعني اهم حاجه بالمواطن كده، بتامن نفسه اهم حاجه. الحمد لله، ان شاء الله دايما تكونوا مطمئنين كده على حياتك، تكوني سعيده يا رب. ناس كثيره بتقول انه مصر ما غربه، رايك شنو انت في الموضوع ده، انه مصر غربه ولا لا؟ والله يعني انا ما شايفه انه المسافات بتغرب. يعني مثلا لما انا اسافر مكان مش غربه، الغربه انه مثلا اكون بين، لا طالما انا بين اهلي معناها ما غريبه، ما في غربه اصلا. الحمد لله انك بين اهلك وانتوا يعني موجودين كلكم اسره مع بعض. حصلت مره الحمد لله يعني، ما حصلت مره حصلت معاكم حاجه كده ولا كده يعني اتضايقتوا فيها وقلتوا ما حتجوا مره تانية وما عايزين تجوا تتاجروا فيها وتقعدوا فيها ايام وكده؟ لا والله ما حصلت، ما شاء الله بلد مستقرة وتجارتها كويسة، يعني حاجة مربحة. ايوه، يعني لكم كم سنه هسه بتجوا وترجعوا يا؟ والله لينا زي سنة سنة ونص كده بس تقريبا. لسه يعني في السنين الاولى يعني ادابي. بدينا. ان شاء الله دايما تكونوا مبسوطين ومستمرين في طريقكم انكم تتاجروا في مصر وتعيشوا ايام جميله في مصر، حتى الزيارات اللي بتكون. عايزه اسالك موقف صعب حصلت معك في الغربه وخلتك انك تفكر ترجع لبلدك مره تانية. موقف صعب، عدم الدخل. مش عارف، ما قادر ادخل، ما مستفيد. انا بشتغل، القرش اللي بيشتغل ما فايد، بطلب شراب، اكل وشراب ولبس، لكن عشان اوفر شيء وارسل السودان ما في. فاخير ارجع السودان اعيش مالي اصرفهم واكون جنبهم يعني، بدل اكون ضايع في الغربه وانا ما مستفيد شيء اصلا. لا انا بفكر فوقهم اصلا في الرجعه، يعني حسي قريبات ان شاء الله احاول ارجع. هل الرجعه اشتياق يعني للاهل والوطن؟ هاي اشتياق للاهل والوطن وكذا، لكن كون حصل معي موقف كذا. الحمد لله ما حصلت معك موقف صعب في الغربة، وانا بحمد ربنا انك انت يعني مشتاق لاهلك وعايز ترجع لوطنك، عشان انت مشتاق لهم ما بسبب مواقف صعبة، وان شاء الله ما يحصل معك موقف لما ترجع بالسلامة ان شاء الله. تسلم كثير، شرفت بمعرفتك. شرف لي يعني. يعطيك العافية. فعلا طول ما انك انت بعيد من اهلك ومن اسرتك بتحس انه في فعلا نقص في حياتك، فحتى لو انت كنت في السودان وبقيت منهم يعني لساعات برضه بتحس انك انت مغترب. فلازال كده بنقول انه فعلا مصر غربة. اي والله طبعا غربة، والظروف برضو بتحكمك انت، عشان كده غصبا عنك انه تطلع وكده يعني. ربنا ان شاء الله يسهل عليك ويرد غربتك بألف سلامة وخليك لأهلك وتشوفهم بألف خير وسلامة يا رب. أنا شرفت بك، وإن شاء الله دايما على إطلال تكون دايما حياتك سمحة وغربتك يعني مستمرة في حياة حلوة يا رب، وتعود بالسلامة ان شاء الله يديك العافية. تسلم، يديك العافية. تسلم، مشرف بكم والله، تسلم وانه سعيد بكم جدا. تسلم، واحنا كمان سعيدين. الله يخليك. تسلم. ولسه هو الناس مجاهدة ولسه وتتمنى يحصل الخير، بس يعني نتكاتف معاهم بإذن الله لحد الآخر، مهما كان حنوقف معاهم بإذن الله. والله بالذات نفسي أنا ذاتي بقول نفسي مصر ما غربة، إذا كانت بتجي بأوتوبيس بتجي باص وحتى توقف في الشارع وكله، يعني أصلا مصر دي كأنها أنت داخل الدولة، بس يعني التعامل وكونك إنك عايش في مصر اغتراب بعيد عن أهلك بس ما أكتر. لكن الغربة لغربة خير منها السودان والله بكثير، كونك عايش في البيت قاعد وسط أهلك، قاعد مرتاح ماكل وشارب، عايش ساكن أحلى سكن. بس طبعا الفلوس في القروش خير السودان، والله خير السودان أكثر من هنا، ما يعني بتجيب أحسن السودان. أيوة لا الناس دي كلها ترجع خلاص، لأنه الليلة اللي ب 18 وب 16 الوضع خلاص، يعني هنا برضو انتهى زي ما بيقولوا. بس نتمنى إنه السودان وحنتكاتف معاهم بإذن الله، ونحن يا ريت لو كنا عايشين هناك عشان نقدر نستغل ونوقف معاهم في المظاهرات، ونتمنى والله إنه السودان تتصلح. إن شاء الله ربنا يردك بألف خير وسلامة يا رب. حصلت معك موقف صعب خلتك إنك تفكر ترجع تاني؟ لا والله ما فيش نهائي. الحمد لله إنه ما حصلت معك موقف زي كده وخلاك إنك تفكر ترجع بلدك مرة تانية. الحمد لله والله. إن شاء الله دايما تكون عايد في يعني لدولتك سليم وتام، وحياتك تكون حلوة، وربنا يسترك في غربتك يا رب. تسلم يديك العافية.
تسلم الشر. معلش ما اعرف اقول لك شنو، لكن ما فكرت انك تحاول ترجع طيب تشتغل في بلدك؟ راجع ان شاء الله، راجع شهرين كده لقدام حارجع ان شاء الله بالسلامة يا رب، وربنا يصبرك ورد غربتك بالسلامة يا رب، وربنا يسعدك. وخدت في الشهرين ده بتمنى لك انه تلاقي الشغل الكويس تبسط فيه ان وحلك. شاء الله ان شاء الله. تسلم وانا شرفت بيك، يديك العافية وحلك. تسلم ان شاء الله يا رب. موقف صعب حصلت معاك في مصر وخلتك انك تفكر ترجع السودان مرة تانية، في يعني في اقرب حال انك انت عايز ترجع الليلة، عايز ترجع الان، موقف صعب جدا. لا والله موقف صعب ده يعني حصل اول ما جيت. بس اول ما جيت كده انا جيت داخل مصر كده كان بيحكوا لي عنها يعني انها صعبه جدا وما تاخد ثقه قدامي زول. اول ما جيت كنت عايز ارجع في نص الباص وما لقيت حد اساسا، انا جاي ما بعرف ايه زول. ايوه خلاص وكل زول بيقول لك ما تاخد ثقه في مصر ولا في سوداني. خلاص انا كده وجيت قاعد لحد الساعه 1 وما عارف اي حاجه، انام في الشارع وما عارف اجر من وين. ده الموقف الصعب اللي حصل. كنت عايز ارجع في نص اليوم بس بعد عرفنا الحمد لله بقينا موعظه لكل الناس اللي في الشارع يعني حتى لو ما عارف بتدله، لو هو ما اخذت فيك الصغير انت بتدله على حته يعرفها كده. الحمد لله انك اتخطيت المرحلة دي بألف خير وسلامة، والحمد لله انت يعني عايش مع غربتك ومتحمل، وربنا يعيد غربتك بألف خير وسلامة ويعيدك لأحلك يا رب. تسلم كثير، شكرا لك. تسلم وان شاء الله ربنا يوفقكم كمان وقناتكم تكبر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بوجودك. تحيه كل اهل السودان يا الطيبين والله العظيم. في كل دوله بتسال عن سوداني ويقول لك خلاص اصلا مكتفين بهم، معروفين طيبه فيهم. لان احنا ناس الكرم ونحن الذوق ونحن كل حاجه يعني. حصلت معك موقف صعب وحاجه كده خلاك انك تفكر انك ترجع بلدك مره تانية؟ لا والله مش حصل ولا مره؟ ولا مرة الكلام يعني ما فكرت انك ترجع خالص؟ لا والله كده ارجع لورا تفكر انك ترجع. لا أنا هو شوف مشتاق لاهلك ولا شنو؟ لا مشتاقين والله كثير. ربنا يردك عليهم بالسلامه يا رب. تسلم، يديك العافيه. تشرفت بيك. تسلم يا غالي. السلام عليكم. مربطة مرة انت بتمشي وبتجي على طول؟ والله بمشي وبجي على طول لكن ما بطول فيها. يعني بترجع لأهلك مرة تانية، ما بتقعد هنا فترة طويلة؟ ما بتقعد، انا بجي هنا يعني شغل. بتجي فترة بتاعت شغل وبترجع؟ باخذ حياتي وبرجع على طول. لكن هي مصر دي ما صراحة ما بلد بتقعد فيها يعني. يعني لكن من ناحية السياحة وكده يعني تمام، لكن عشان استقرار وكده يعني صعبة شديدة صعب. وانت؟ والله برضه كلام نفس كلام رضوان، احنا ما قاعدين نجي 3 يوم 4 يوم نرجع السودان. يعني بتجوا ايام بس ما بتقعدوا شهور ولا كده؟ يعني ما حصل مرة قعدتوا فيها شهور؟ والله انا مصر دي لي 5 سنة ولا 4 سنة شغال تاجر فيها، حدي فيها 4 يوم 4 يوم بس 4 يوم بس. اهلا وسهلا بك. تسلم، يديك العافية. تشرفت بمعرفتكم وانا مبسوطة جدا. شكرا لك. تسلم ويديكم العافية. أسرة مع بعض، حصلت مرة كده يعني في حياتكم انتوا الأسرة أو انت براكي حصلت معك موقف صعب في حياتك تخليك انك تفكري ترجعي السودان مرة تانية؟ لا والله المواقف اللي حصلت معي موقف واحد بإنه وفاة أمي يعني خلاني أكره مصر شديد. إن شاء الله ربنا يرحمها يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. وربنا يصبرك على فراقها يا رب. يا رب إن شاء الله. تسلم. إن شاء الله. بتشتاقي للسودان؟ والله بشتاق للسودان، الدفعة اللي امتحنت معاهم شهادة سودانية وشهادة الأساس بتاعي. وأنا عارف في السودان لكن هنا ما في كلام زي ده. يعني بتشتاقي لين إنك أنت عايزة ترجعي علينا وعايزة تقعدي معاهم من تاني وعايزة تعيشي معاهم حياة حلوة، حياة سودانية؟ بتمنى شديد إني أرجع أعيش نفس الطفولة اللي عشتها في السودان. ربنا إن شاء الله يرجعك بألف خير وسلامة يا رب ويصبرك في الغربة يا رب العالمين. تشرفت بك يا أمنو وأنا مبسوطة جدا بلقائك. وأنا كمان مبسوطة جدا جدا إني حاطلع، يعني بيشرفني جدا جدا إني كنت معاك في اللقاء ده. حول العالم، السودان حول العالم. السودان حول العالم. تسلم كثير وأنا كمان مبسوطة جدا بلقائك. تسلمي حبيبي، يديك العافية. يعني ما حصل مرة زول فيكم فكر إنه يكون موجود هنا في مصر يستغير؟ والله فكرنا في الاستقرار واي شيء، لكن عشان احنا قاعد نمشي نجي فترتنا بسيطه وارتباطاتنا بالسودان كثير، عندنا الارتباطات هناك عشان كده ما بنقدر نستغل هنا. يعني هسه حاليا لو سمحت لكم الفرصة انكم تستغلوا هنا في مصر حتستغلوا؟ اكيد طبعا، لو بقى في طريقه انه نشتغل هنا ونعمل
فرع هنا بتاع شغل ممكن نجيب اولادنا. ما بترددوا في الحاجة دي نهاية؟ لا لا والله ما شاء الله بلد مستقر. أنا اتشرفت بمعرفتكم ومبسوطة جدا بلقائكم وأهلا وسهلا بكم في قناة سودان حول العالم. برنامج جميل وتابعكم كل مرة إن شاء الله حتلقونا في كل جديد، ونحن مبسوطين بمعرفتكم ومبسوطين يعني إنكم كنتم موجودين في مصر. نحن أكثر. شكرا لك وشكرا للقاء إن شاء الله. شكرا لك وشكرا للقناة.